ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان القناة تبدأ تكبر. ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. وبما اننا في شهر رمضان فاكيد هعمل فيديو عن تنظيم الوقت، لان بحس ان في بنات كتيرة بتحسوا شيء كومبليكيتد جدا ان هي تقدر تمانج الوقت ما بين الدراسة او الشغل والعبادات، وفي نفس الوقت الاجواء الاجتماعية بتاعت شهر رمضان. فانا جايه النهارده اقولك اكتر الحاجات اللي انا بعملها وبتفرق معايا جدا في شهر رمضان، لان انا بحس ان هو مانج اكتر ما بين الفطار والسحور او السحور والفطار، فهو بيبقى روتيني جدا وثابت جدا، اقدر انظم فيه ايه الحاجات اللي اقدر اعملها قبل الفطار وايه الحاجات اللي اقدر اعملها بعد الفطار، فبيبقى الجدول متنظم لوحده من غير ما ابقى محتاجه انا اعمل جدول. اول حاجه وهي بتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا هو النوم في رمضان. بنبقى مش عارفين ننام قبل الفطار ولا بعد الفطار، قبل السحور ولا بعد السحور، وبنبقى دايما صاحيين الصبح تعبانين ومرهقين ومش عارفين نعمل اي حاجه خلال شهر رمضان. فانا بالنسبه لي بحب جدا انام قبل السحور وبعد كده اصحى اتسحر وبعد كده انام بعد السحور والفجر لغايه ميعاد الكليه بتاعتي. ممكن يبقى في طريقه تانية ان احنا نبدا نتسحر الساعه 12 الساعه 1 ونبدا ننام اليوم كله لغايه ميعاد الجامعه بتاعتنا او الشغل بتاعنا. اهم حاجه ما نسهرش طول الليل، لان ده هيفرق معانا جدا خلال النهار ان احنا نبقى نشيطين او لا، مرهقين او لا، مقريفين اصلا ولا لا. تاني حاجه وهو السحور والميه السحريه. مهم جدا ان السحور بتاعنا يبقى مفيد وفي كل الحاجات اللي تقدر تساعدني ان انا ابقى نشيطه الصبح، والحاجات اللي تقلل العطش والجوع بالنسبه لي. كمان لو انت من كيفة القهوة ومش بتقدري تعملي اي حاجة الصبح طول ما انت مش بتشربي القهوة بتاعتك، فانا بعمل ان انا بشرب القهوة بتاعتي بعد السحور، بحيث ان انا يبقى ده الوقت الثابت بتاعي اللي بشرب فيه القهوة، فالصبح ببقى مش محتاجة ان انا اعمل كده ودماغي بتبقى شغالة لغاية الفطار. كمان مهم جدا جدا انك تبدأي تشربي مية من الفطار لغاية السحور عشان خاطر تحسي بالطاقة وتقللي احساس الخمول طول النهار. الحاجة بقى اللي احنا ما بنعرفش نعملها خلال شهر رمضان هو ان احنا نقسم وقتنا صح. تقسيم الوقت في رمضان بيبقى مهم جدا، لان هو بيخليني احس ان انا بنجز حاجات بالاضافة الى العبادات بتاعة شهر رمضان. انا شخصيا بعمل ان انا بقسم كل الحاجات اللي بتحتاج مني مجهود جسدي خلال النهار. يعني مثلا بروح الكلية، بروق اوضتي، بساعد في مهام البيت، كل ده بخليه النهار. انما الحاجات اللي بتحتاج مني تركيز اكتر زي الدراسة او ان انا ببقى بشتغل على اللاب او ان انا ببقى بذاكر شوية، كل الحاجات دي بخليها بعد الفطار عشان ببقى خلاص كلت معايا القهوة بتاعتي، الدنيا اهدى، فخلاص ببدأ بقى وقتها اقعد اذاكر وكل الحاجات دي لغاية نص الليل او لغاية السحور على حسب ما انتي عايزة تنامي امتى. اكتر حاجة بقى بيبقى عندي ازمة كبيرة جدا فيها خلال شهر رمضان هو استخدام الموبايل او السوشيال ميديا او المسلسلات او اي حاجة بتشتتني عن ان انا اقدر ادي مهامي بشكل كويس. فحاولي على قد ما تقدري تحطي هدف، يا اما تقللي السوشيال ميديا خالص، ما نستخدمش خالص خلال شهر رمضان، او ان انا احدد وقت معين بعد الفطار مثلا او قبل السحور، هو ده الوقت بس اللي انا هبقى بستخدم فيه السوشيال ميديا او ان انا بستخدم فيه الحاجات اللي هي تسالي يعني. اخر حاجة وهو اللي انا بحب اسميها الغفوة الذهبية بتاعتنا هي النوم قبل الفطار او بعد الفطار، يعني من الظهر للعصر او من العصر للمغرب، او ان انا باخد ساعة من بعد الفطار لغاية التراويح عشان ان انا اقدر اكمل بقية اليوم من غير اي ارهاق. اهم حاجة خلال شهر رمضان ضروري جدا نبقى نهتم بالعبادات الرمضانية وان احنا نبقى مقربين من ربنا اكتر، لان اكتر شهر بنحس ان احنا في ما بيننا تواصل كبير جدا مع ربنا اكتر من بقية السنة، فياريت نخليها المين بوينت بتاعتنا خلال شهر رمضان. وكمان صدقيني تقدري تحطي اي حاجة انت عايزة تبدأي فيها خلال شهر رمضان. الموضوع في رمضان هو مجرد بالانس ما بين الاكل وان انا انظم وقتي، بالعكس هحس ان انا في رمضان بنجز اكتر من اي وقت تاني. قولولي بقى في الكومنت ايه اكتر حاجة بتساعدكم انكم تشتغلوا او تدرسوا بشكل افضل في رمضان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب للقناة وتنشروا الفيديو مع كل اصحابكم. باي.